هو ازاي ضربة جزاء ممكن تتسبب في انها تهد استقرار فريق كامل؟ في موسم 2015 الزمالك كان عامل موسم من اقوى المواسم ليه، والاول مرة من سنين يكون معاه مدرب عظيم وفريق قوي، وقدر الزمالك ساعتها يكسب الدوري بعد غياب 11 سنة، وكمان كسب كاس مصر في الفاينل قدام الاهلي بجونين باسم مرسي. في ماتش الزمالك قدم فيه كرة ممتعة جدا وظهر بشخصيته القوية في الديربي قدام لعيبة الاهلي اللي كانوا حرفيا عاجزين قدامه. بس برضه وسط العظمه اللي كان بيقدمها النادي، مرتضى منصور ما كانش عاجبه فيريرا وكان دايما بينتقده بعد كل ماتش، رغم ان الزمالك وقتها كان ماشي كويس في كل البطولات اللي بيشارك فيها، وخصوصا الكونفدراليه اللي الزمالك حرفيا عمل فيها ماتشات عالميه، ويمكن ده بان في اكتر ماتشين لعيبه الزمالك ظهروا فيهم بشخصيتهم القويه قدام اورلاندو في جنوب افريقيا وقدام الصفاقسي في تونس. وكل الزملكاويه وقتها كانوا متفائلين ان الزمالك هيكسب البطوله، بس للاسف الزمالك ساعتها خرج من نص النهائي بعد ما خسر من النجم الساحلي 5-1، وما قدرش انه يكمل الريمونتادا بعد ما عمل ملحم من اعظم ملاحم الفريق في البطولات الافريقيه. لكن رغم كل ده الدنيا كانت الى حد ما مستقره والكل بيدعم الفريق، لحد ما جه ماتش السوبر قدام الاهلي اللي حرفيا ضيع كل حاجه مننا. ان الزمالك ساعتها خسر 3-2 بسبب كهربا اللي ضيع ضربه جزاء واحنا كسبانين، وتسببت في انها تخسرنا